القديسة الأم دولاجي وأولادها. الشهيدة دي كانت من أول اللي استشهدوا في إسنا، وبقت شفيعة لمدينة إسنا كلها، وفي ناس كتيرة بيعتبروها شفيعة للصعيد كله. في الأيام اللي كان فيها الاضطهاد من الإمبراطور ديوكليديانوس، إسنا كانت مليانة قديسين من رجال الدين والعاديين اللي عايشين لربنا، وكمان المتجوزين. وكنا اتكلمنا عنها قبل كده لما كنا بنتكلم عن القديس أمونيوس أسقف إسنا، وأوريانوس الوالي بتاع أنصنة. عمل جولة في الصعيد عشان يشوف الناس ماشية على قوانين الإمبراطور ولا لأ، وكان عايز يشبع رغبته في تعذيب المسيحيين وقتلهم، وراح إسنا 3 مرات تقريبا على الأقل. أول زيارة المدينة قدمت أول شهدائها هي القديسة الأم دولاجي وأولادها. تاني زيارة المدينة قدمت شوية من كبار الناس. وتالت زيارة الرشيدة وكل أهل المدينة استشهدوا، والتلات فلاحين استشهدوا، يا إما في الزيارة دي يا إما في زيارة تانية لما كان إريانوس وجنوده راجعين من جنوب إسنا. ولما قابلوا الولاد القديسين قالوا إن إحنا ما سمعناش حاجة عن جوز القديسة الأم دولاجي، ولا حتى عارفين اسمه، يمكن كانت أرملة. التاريخ بيقول إن هي كانت غنية ووزعت كل اللي عندها على الغلابة والمحتاجين. ولما دخل إريانوس مدينة إسنا قابلوا 4 أولاد إخوات اسمهم سوروس وهرمان وأبنوفا وشنطاس، كانوا بيسوقوا حمار محمل بالبطيخ، ووقفهم وقال لهم يمشوا معاه ويسجدوا للأصنام. بس الولاد الجدعان رفضوا وقالوا إحنا مسيحيين. حاول يغريهم بس مقدرش، فبدأ يهددهم بالتعذيب لحد الموت. ولما شاف إصرارهم على الإيمان خلاهم يفكروا شوية يمكن يغيروا رأيهم. ولما سمعت الأم دولاجي الخبر، الست الجدعة والتقية اللي بتعتبر من كبار الشهداء جريت على مكان ولادها، وقدام الوالي شجعتهم وقوتهم. فإريانوس اتنرفز جدا وراح أمر بحبسهم كلهم عشان يحاكمهم. وجوه السجن الأم دولاجي صلت مع ولادها وطلبت من ربنا يقوي ولادها الصغيرين دول، وبكلامها الحلو خلت قلوب ولادها تطير للسما ويتمنوا ياخدوا تاج المجد. وفي الليل العذراء مريم ظهرت لهم وشجعتهم وقالت لهم إن السيد المسيح جهز لهم مكان في الفردوس، والرؤية دي كانت مشجعة ليهم جدا وقوت إيمانهم. وتاني يوم الصبح الوالي جابهم تاني قدامه وحاول يخليهم يعبدوا الأصنام، حاول إنه يأثر عليهم بكل الطرق. بس الأم دولاجي صرخت وقالت إيمانها بالسيد المسيح اللي خلق كل حاجة، ووراها ولادها كانوا بيقولوا إحنا مسيحيين، ورفضوا يعبدوا الأصنام. فراحوا حبسوا الأم وولادها عشان ينفذوا فيهم حكم الإعدام. إريانوس اتغاظ وراح أمر بقطع رأسهم، وكانوا بيذبحوا ولادها واحد ورا التاني قدام عينيها وهي ركع على ركابها، وهي كانت بترتل وبتصلي، وفي الآخر قطعوا رأسها. أجسادهم الطاهرة لسه في الكنيسة اللي في إسنا واللي شايلة اسمهم لحد دلوقتي. فاكرين لما روحنا أديرة الصعيد ودخلنا الكنيسة دي؟ أجساد الأم دولاجي وأولادها، لأن هما كانوا بيعملوا ترميم في الكنيسة، وده شكل الكنيسة. كانوا بيعملوا ترميم في الوقت ده وكانوا شايلين الأجساد، لكن الكنيسة جميلة جدا، ده حقيقة. والكنيسة بتحتفل بعيدهم في 6 من شهر بشمس. وكنيسة السيدة الأم دولاجي كانت تحت الأرض لحد الأميرالاي أبادير أديب بنى كنيسة فوق الأرض في نفس المكان. بركة شفاعة وصلوات الأم دولاجي وأولادها تكون مع جميعنا أمين. لو أول ما تسمع سيرة الأم دولاجي وأولادها ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة. وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع حكاية قديس جديد.